مساء الخير او صباح الخير. عايزه احكي لكم بس حاجه صغيره كده. زمان كان في ملك حلم حاجه كده زي ان في كواكب بتصطدم في بعضها، يعني مش موضوعنا الحلم. الفكره ان الحلم اتكرر له بشكل بالنسبه له بقى مزعج جدا. فراح جاب كبار المفسرين اللي موجودين في المدينه اللي هو بيحكمها وطلب تفسير للحلم اللي هو بيشوفه ده. فكلهم اجمعوا على تفسير واحد بس. قالوا له يا مولاي تفسير حلمك هو انك هتشوف كل اهلك وصحابك واحبابك بيموتوا قدامك. طبعا الملك اول لما سمع التفسير ده غضب جدا وامر بسجنهم كلهم، وجاب غيرهم ويفسروا نفس التفسير ويتسجن. مفسر يروح مفسر يجي، نفس التفسير ونفس المصير، وهكذا لحد ما في يوم من الايام جه مفسر قال له يا مولاي تفسير حلمك انك اطول اهلك وصحابك واحبابك عمرا، يعني انت هتعيش اكتر منهم كلهم. فهنا الملك فرح قوي وامر ان اداله ثروه كبيره واداله مكان في الدوله دي، ويعني رفع من شأنه جامد قوي. فاحنا العقل والمنطق بيقول ان التفسيرين حاجه واحده. ما هو هيشوف كل الناس دي بتموت قدامه، اي حد بيحبه هيشوفه بيموت قدامه. يعني هيسبقه في الموت، يعني هو اطول منه عمره. بس الفرق بين كل الناس اللي اتسجنت وبين المفسر ده اللي بقى له مكانة وثروة وحاجات حلوة كتير، اختيار الاسلوب اللي وصل بيه نفس المعنى. فنفس الفكرة، لو ليك حد يهمك امره شايفه بيعمل حاجة هتضره وانت عايز تديله نصيحة او عايز تقوله لا الفعل ده غلط هيضرك، في 100 طريقة وطريقة بل مليون طريقة نوصل بيها كلام. بس الفرق احنا هنختار انهي طريقة من مليون طريقة دول. هل هنختار الطريقة اللي تخلي اللي قدامنا يتقبض من كلامنا او يحس بنفور من كلامنا ان كلامنا ده صعب مش متقبله، ولا هنختار الطريقة اللي تخليه متقبل كلامنا فبالتالي يتغير وعلى الاقل يخليه يراجع تفكيره ويفكر. فمش هنخسر حاجة فعلا لو اخترنا الطريقة اللي تدخل القلوب. في ناس تقول لك إيه انت يهمك الطريقه في ايه، ما تسمع النصيحه وخلاص وانت الخسران لو ما نفذتش النصيحه. لا، ما هي الكلمه بتفرق. الكلمه اختيارها لما بيكون حلو بيوصل للقلب، وانت الشخص ده فعلا لو انت همك امره هتختار الكلمه اللي تخليها توصل لقلبه فتغيره. فمش هنخسر حاجه لو اخترنا الطريقه الحلوه اللي ما تخليش الناس تنفر مننا.